قرية خان الجوز قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في جبل الكرد أو جبل الأكراد في منتصف المسافة تقريبا بين اللاذقية وجسر الشغور. تقع على طريق اللاذقية حلب. عدد بيوتها حوالي 50 بيتا، وعدد سكانها أكثر من 200 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. خان الجوز كبقية القرى في جبل الكرد، وكل القرى هناك كردية، تعرضت لقصف من قبل قوات نظام بشار الأسد، لذلك تهدمت بيوتها وتهجر أهلها. وهنا أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كافة الأحزاب الكردية والكرد من أصحاب رؤوس الأموال أن يمدوا يد العون والمساعدة لأهلنا هناك، فهم بحاجة للمساعدة. من عائلاتها شيخاني وبريمو وزربة، وفيها عائلة علوية كبيرة وهي عائلة صالحة. كان فيها خان قديم يستريح فيها المسافرون بخيولهم ودوابهم أثناء رحلتهم إلى حلب بين الساحل وحلب. لديهم مقاصف ومغاسل سيارات ومعامل لصناعة البلوك، ويشتهرون بزراعة أشجار الحمضيات. كان موقع القرية قديما عبارة عن خان فيه بازار يجتمع فيه من يريد أن يبيع أبقاره في المنطقة، وذلك كان في يوم الاثنين من كل أسبوع، واختفت هذه العادة في مطلع 2000. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية خان الجوز.